الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقتنا الثانية من برنامجنا برنامج ده حلمنا، ومع مبادرتنا اللي أطلقناها في الحلقة السابقة مبادرة الحلم المصري، بتابع معاكم محاور المبادرة دي وإزاي نوصل بأحلام شبابنا وأمال شبابنا إلى أرض الواقع، إزاي نحقق أحلامنا وأمالنا، إزاي مصر تبقى دولة متقدمة رائدة، دولة سيدة العالم كما كانت. ففي الحلقة الماضية ضربت لكم عدة أمثلة إن إمكانيات المصريين وإمكانيات شباب المصريين في منتهى الروعة وفي منتهى القوة، وإن إمكانيات مصر وخيرات مصر كثيرة جدا. وأنا هتابع معاكم مثل في التاريخ الحديث بيدلل على قدرتنا العظيمة وعلى إن إحنا قادرين على تحقيق أحلامنا، وقادرين على إن مبادرة الحلم المصري اللي اتكلمنا عنها الحلقة الماضية تتحقق إن شاء الله. لما حصلت الثورة المصرية العظيمة في 25 يناير وتابعها ما حدث في 30 يونيو، أنا مش هتعرض للجانب السياسي خالص بتاع ثورة 25 يناير ولا 30 يونيو. أنا هستقي الإيجابيات من هذه الثورة المصرية العظيمة. زي ما قلت لكم النوبة اللي فاتت، احنا اي حاجة سواء كان الشيء ده جيد او سيء ممكن ناخد منه الايجابيات ونترك منه السلبيات. فبغض النظر اذا كنت انت مؤيد او معارض، تعالوا ناخد الايجابيات الرائعة اللي اظهرها المصريين في ثورة 25 يناير وكذلك في 30 يونيو. احنا عارفين ان احتشد ملايين المصريين في ميدان التحرير وفي كثير من ميادين مصر وفي شوارع كثيرة جدا. ملايين المصريين احتشدوا بشكل رائع، بشكل منظم جدا. 18 يوم بعد 25 يناير أطلقنا عليها احنا المدينة الفاضلة، أطلقنا على ميدان التحرير وما حوله، أطلقنا عليها المدينة الفاضلة. ليه المدينة الفاضلة؟ لأن الإيجابيات وأخلاقيات المصريين الحقيقية ظهرت في ال 18 يوم دول. ايه اللي حصل في ال 18 يوم دول؟ كنا في منتهى النظام، كنا في منتهى النظام. كان الواحد مننا في ميدان التحرير كان يشتري حاجة أكل ولا حاجة يشترك معاها في اللي جنبه. كانت الميادين دخولا وخروجا منظمة، لم يحدث أعداد كبير من القتلى ولم تحدث سرقات، لم يحدث حالة تحرش واحدة في ال 18 يوم دول. هي دي أخلاقيات المصريين الحقيقية، هي دي الإيجابيات الجيدة اللي جوانا. عشان كده أنا بقول إيه؟ أنا بقول إن إحنا وضعنا في مصر دلوقتي عاملين زي ما يكون معاك جوهرة جميلة جدا، والجوهرة دي عليها شوية تراب. كل اللي مطلوب مننا إن إحنا نزيح التراب ده من على الجوهرة، نشيل بعض السلبيات بس تراكمت علينا في السنوات السابقة نظرا لظروفنا القاسية، عشان نشوف حقيقة الجوهرة. ايه الجوهرة دي؟ الجوهرة دي هي الشعب المصري ومصر وإمكانياته. طيب نرجع تاني للثورة المصرية العظيمة اللي هي كانت كلها مليانة إيجابيات. زي ما قلت لكم ما حصلش أي عنف في الفترة دي من المصريين نفسهم بينهم وبعضهم. في الثورة الفرنسية اللي هو التاريخ بيسطر لها إنها من أعظم الثورات، في الثورة الفرنسية يقال إن مات حوالي 15% من الشعب الفرنسي، ما يقرب من مليون فرد أو أقل شوية. ده ما حصلش عندنا. ليه ما حصلش عندنا؟ لأن إحنا عظماء، إحنا عندنا أخلاق، إحنا شعب يستحق الريادة ويستحق أن يسود العالم كله. زي ما أنتم عارفين في ميدان التحرير في ال 18 يوم كان المسيحي يوضي المسلم، كان المسلم يقف يحرس المسيحي وهو بيصلي، كانت الناس تتقاسم اللقمة ويتقاسم كل شيء. اللي كان يضيع منه حاجة، تليفون محمول ولا حاجة، كان في خيمة كده تروح تلاقي فيها حاجتك زي ما هي. في حد يعني الكلام ده لو اتحكى لي قبل الثورة ما كنتش هصدقه، او يعني مش ليا انا شخصيا، يعني قصدي الكلام ده لو اتحكى لبعض الناس
قبل الثورة ما كناش نصدقه. فتعالوا نشوفوا بعض اللي قالوا رؤساء العالم وزعماء العالم في الإيجابيات اللي حصلت أيام الثورة المصرية المباركة. يعني الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيقول إيه؟ يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. هي دي كانت بداية عودة ريادة مصر وسيادة مصر. أهو رئيس أمريكا بيقول نربي ولادنا زي ولاد مصر. بداية عودة الريادة إن شاء الله هتستمر معانا بإذن الله. طيب، بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة جاء يأتي هرولا بعد الثورة على طول، بيقول أتيت إلى مصر لتحية الشعب المصري. الناس دي بتقدر الأمور بقدرها. هم لما لقوا الثورة المصرية وعظمتها واللي حصل فيها، يعني الناس دي عارفة هي بتعمل ايه، بتوزن الكلام اللي بتقوله وبتوزن تصرفاتهم بميزان من ذهب. بيقول أتيت إلى مصر لتحية الشعب المصري، لأن هو عارف الشعب المصري عمل ايه في 18 يوم دول والعظمة اللي ظهرت فيهم. رئيس وزراء إيطاليا قال ايه ساعتها؟ لا جديد في مصر، فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. لا جديد في مصر، فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. شوف اللي رؤساء العالم وزعماء العالم بيقولوا عننا. هو يعرف ان المصريين يصنعون التاريخ. المعلومة دي عند رئيس وزراء إيطاليا، هي المعلومة دي عنده. فهو بيقول لا جديد، هم عملوا التاريخ زي ما طول عمرهم بيعملوا التاريخ. وده بيأكد كل كلامي اللي قلته لحضراتكم في الحلقة الماضية. أنا كنت بأؤكد لكم على جينات العظمة اللي مليانة، وجينات الروعة والذكاء والنشاط اللي مالية المصريين، واللي زي ما قلت لكم لما بنطلع بره في الخارج بنبقى زعماء وخبراء وقادة، وهنكون إن شاء الله هنا برضه في الداخل. طيب، وزير الخارجية الألماني بالقاهرة قال إيه؟ الثورة المصرية تشبه ثورة وحدة ألمانيا منذ 20 عاما. تعال بقى لشبكة CNN الإخبارية، قالت إيه بعد الثورة على طول؟ لأول مرة في التاريخ نرى شعبا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها. شبكة CNN الإخبارية العالمية بيقول لأول مرة في التاريخ نشوف شعب يعمل ثورة ويقوم ينظف بعد وراه، ينظف الشوارع بعده. طب أنا عايز أعرف الشباب اللي قام ينظف ده، اللي هو خد بالك طول عمره عايش في ظروف صعبة. الشباب ده اللي عنده 20 سنة واللي عنده 18 سنة واللي عنده 30 سنة أو أكتر أو أقل، طول عمره عايش إيه؟ عايش في ظروف صعبة. طول عمره عايش في شوارع غير منضبطة. طول عمره يشوف أقوام القمامة مرمية في كل حتة. ورغم كده في الثورة قام ينظف الشوارع وراه، لأنه شعب واعي وشعب في اللحظة دي الغبار اتنفض من عليه. هم دول حبة التراب اللي بقول لكم لازم بس عايزين ننفضهم من علينا عشان الجوهرة تظهر اللي اسمها مصر وأهل مصر وشباب مصر. وفي الكثير من تصريحات زعماء العالم عن العظمة بتاعتنا اللي ظهرت في هذه الفترة. أنا عايز قبل ما نطلع لفاصل، إن شاء الله هيتوالى في الحلقات القادمة التوثيق بتاعنا، الدلائل اللي احنا هنقولها عن عظمة مصر وعظمة المصريين. أنا عايزكم تخشوا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا اللي هي دكتور ياسر عبد الله. شاركونا، ابعتوا لنا أفكاركم، اقتراحاتكم، ابعتوا لنا ابتكاراتكم، اختراعاتكم اللي هي اللي هيعجبنا منها، اللي هنلاقيه إن هو قوي، هندعمه بكل ما أوتينا من إمكانيات. ابعتوا لنا على صفحة الفيسبوك برضو أي تعليقات لكم على البرنامج. أنا عايز إن شاء الله هنبدأ هنا في البرنامج ده إطلاق بعض الأسئلة وبعض المسابقات اللي هي يكون لها إن شاء الله مردود إيجابي في المجتمع المصري وعلى الجمهور. احنا دايما بنتكلم في برنامجنا ده عن ايه؟ عن الحلم المصري، مبادرة الحلم المصري اللي اطلقناها، وان احنا عايزين نحقق كل طموحاتنا واملنا ونصبح دولة متقدمة عظمى كما كنا. التاريخ بتاعنا بيقول كده وحضارتنا بتقول كده.
ففي محور مهم جدا أنا أرى إن هو هيؤدي فعلا إلى التنمية والتقدم في مصر. يمكن حضراتكم هتستغربوا بس لما نعلق عليه الحلقة القادمة إن شاء الله هتشوفوا أهميته، اللي هو خدمة العملاء. خدمة العملاء. أنا عايز حضراتكم تخشوا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا وتبعتوا لنا تشاركونا في تعريف ما هو العميل وما هي خدمة العملاء. خليني بس أدلل بسرعة كده على أهمية خدمة العملاء. إحنا ليه معظم العالم بيحب أوروبا، بيحب أمريكا، بيحب كل الدول المتقدمة، يحب يروح دولة زي دبي أو مدينة زي دبي، بنحب نروح نحضر مؤتمرات في الدول المتقدمة. لأنه هو لما بيروح يحضر مؤتمر أو سياحة أو غيره بيجد هناك إيه؟ خدمة جيدة. فأنا من أهم محاور التنمية والتقدم أن يكون عندك خدمة عملاء جيدة. بس المفهوم اللي موجود عند الناس عن خدمة العملاء مفهوم ضيق جدا عند معظم الناس. فأنا عايز حضراتكم تشاركونا على صفحتنا، ادينا رؤيتك عن تعريف العميل وتعريف خدمة العملاء، وهنناقشها إن شاء الله الحلقة القادمة. وأحسن تعليق وأحسن تعريف هيجي لنا عن ما هو العميل وما هي خدمة العملاء، خلي بالك تعريف بالمعايير العالمية أو بالمنظور العالمي في الدول المتقدمة. إن شاء الله هنستضيف صاحب هذا التعليق في البرنامج، وهيكون له إن شاء الله، وهيكون فيه زي مفاجأة كده أو مكافأة مادية. فادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك دكتور ياسر عبد الله، اعملوا لايك، اكتب تعليقك من ناحية التعريف لكلمة العملاء أو العميل وخدمة العملاء. خدمة العملاء ما تزودش عن حوالي 50 كلمة، ما تزودش عن 50 كلمة، وأحسن تعليق دقيق ومنضبط لغويا. احنا بنهتم جدا بضبط اللغة في برنامجنا. إن شاء الله هنستقبل صاحب هذا التعليق في برنامجنا وهيكون له مكافأة مادية. دلوقتي هنطلع فاصل وهو في صورة تقرير عن حدث أنا حضرته بنفسي منذ أيام في مسرح السلام، وكان برعاية أكاديمية البحث العلمي، وحضروا رئيس أكاديمية البحث العلمي. وبصراحة أنا أعجبت بهذا المثل اللي هي مثال ريادة الأعمال أو الانتربرونورشيب. ريادة الأعمال أو الانتربرونورشيب اللي هي بيبقى عبارة عن شاب عنده حلم، فعشان يحقق حلمه بدأ مشروع معين وخد التجربة بقسوتها بحلاوتها، وقابلته مصاعب كتير يتغلب عليها لغاية ما المشروع ده يكبر ويحقق حلمه. دي بيسموها ريادة الأعمال. ففي مجموعة اسمها ذا سيفنز عملوا مؤتمر ظريف منذ أيام وحضرناه، فنحب ان احنا نطلع فاصل عشان نشوف التقرير ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقتنا الثانية من برنامجنا برنامج ده حلمنا، ومع مبادرتنا اللي أطلقناها في الحلقة السابقة مبادرة الحلم المصري، بتابع معاكم محاور المبادرة دي وإزاي نوصل بأحلام شبابنا وأمال شبابنا إلى أرض الواقع، إزاي نحقق أحلامنا وأملنا، إزاي مصر تبقى دولة متقدمة رائدة، دولة سيدة العالم كما كانت. ففي الحلقة الماضية ضربت لكم عدة أمثلة إن إمكانيات المصريين وإمكانيات شباب المصريين في منتهى الروعة وفي منتهى القوة، وإن إمكانيات مصر وخيرات مصر كثيرة جدا. وأنا هتابع معاكم مثل في التاريخ الحديث بيدلل على قدرتنا العظيمة وعلى إن إحنا قادرين على تحقيق أحلامنا، وقادرين على إن مبادرة الحلم المصري اللي اتكلمنا عنها الحلقة الماضية تتحقق إن شاء الله. لما حصلت الثورة المصرية العظيمة في 25 يناير وتابعها ما حدث في 30 يونيو، أنا مش هتعرض للجانب السياسي خالص بتاع ثورة 25 يناير ولا
30 يونيو. أنا هستقي الإيجابيات من هذه الثورة المصرية العظيمة. زي ما قلت لكم النوبة اللي فاتت، احنا أي حاجة سواء كان الشيء ده جيد أو سيء ممكن ناخد منه الإيجابيات ونترك منه السلبيات. فبغض النظر إذا كنت أنت مؤيد أو معارض، تعالوا ناخد الإيجابيات الرائعة اللي أظهرها المصريين في ثورة 25 يناير وكذلك في 30 يونيو. احنا عارفين ان احتشد ملايين المصريين في ميدان التحرير وفي كثير من ميادين مصر وفي شوارع كثيرة جدا. ملايين المصريين احتشدوا بشكل رائع، بشكل منظم جدا. 18 يوم بعد 25 يناير أطلقنا عليها احنا المدينة الفاضلة، أطلقنا على ميدان التحرير وما حوله، أطلقنا عليها المدينة الفاضلة. ليه المدينة الفاضلة؟ لأن الإيجابيات وأخلاقيات المصريين الحقيقية ظهرت في ال 18 يوم دول. إيه اللي حصل في ال 18 يوم دول؟ كنا في منتهى النظام، كنا في منتهى النظام. كان الواحد مننا في ميدان التحرير كان يشتري حاجة أكل ولا حاجة يشترك معها في اللي جنبه. كانت الميادين دخولا وخروجا منظمة. لم يحدث أعداد كبير من القتلى ولم تحدث سرقات، لم يحدث حالة تحرش واحدة في ال 18 يوم دول. هي دي أخلاقيات المصريين الحقيقية، هي دي الإيجابيات الجيدة اللي جوانا. عشان كده أنا بقول إيه؟ أنا بقول إن إحنا وضعنا في مصر دلوقتي عاملين زي ما يكون معاك جوهرة جميلة جدا، والجوهرة دي عليها شوية تراب. كل اللي مطلوب مننا إن إحنا نزيح التراب ده من على الجوهرة، نشيل بعض السلبيات بس تراكمت علينا في السنوات السابقة نظرا لظروفنا القاسية، عشان نشوف حقيقة الجوهرة. إيه الجوهرة دي؟ الجوهرة دي هي الشعب المصري ومصر وإمكانياته. طيب نرجع تاني للثورة المصرية العظيمة اللي هي كانت كلها مليانة إيجابيات. زي ما قلت لكم ما حصلش أي عنف في الفترة دي من المصريين نفسهم بينهم بعضهم. في الثورة الفرنسية اللي هو التاريخ بيسطر لها إنها من أعظم الثورات، في الثورة الفرنسية يقال إن مات حوالي 15% من الشعب الفرنسي، ما يقرب من 1,000,000 فرد أو أقل شوية. ده ما حصلش عندنا. ليه ما حصلش عندنا؟ لأن إحنا عظماء، إحنا عندنا أخلاق، إحنا شعب يستحق الريادة ويستحق أن يسود العالم كله. زي ما أنتم عارفين في ميدان التحرير في ال 18 يوم كان المسيحي يوضي المسلم، كان المسلم يقف يحرس المسيحي وهو بيصلي، كانت الناس تتقاسم اللقمة ويتقاسم كل شيء. اللي كان يضيع منه حاجة، تليفون محمول ولا حاجة، كان في خيمة كده هنكون إن شاء الله هنا برضو في الداخل. طيب وزير الخارجية الألماني بالقاهرة قال إيه؟ الثورة المصرية تشبه ثورة وحدة ألمانيا منذ 20 عاما. تعال بقى لشبكة CNN الإخبارية، قالت إيه بعد الثورة على طول؟ لأول مرة في التاريخ نرى شعبا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها. شبكة CNN الإخبارية العالمية بيقول لأول مرة في التاريخ نشوف شعب يعمل ثورة ويقوم ينظف بعد وراه، ينظف الشوارع بعده. طب أنا عايز أعرف الشباب اللي قام ينظف ده، اللي هو خد بالك طول عمره عايش في ظروف صعبة. الشباب ده اللي عنده 20 سنة واللي عنده 18 سنة واللي عنده 30 سنة أو أكتر أو أقل، طول عمره عايش إيه؟ عايش في ظروف صعبة، طول عمره عايش في شوارع غير منضبطة، طول عمره يشوف أقوام القمامة مرمية في كل حتة، ورغم كده في الثورة قام ينظف الشوارع وراه، لأنه شعب واعي وشعب في اللحظة دي الغبار اتنفض من عليه. هم دول حبة التراب اللي بقول لكم لازم بس عايزين ننفضهم من علينا عشان الجوهرة تظهر اللي اسمها مصر وأهل مصر وشباب مصر. وفي كثير من تصريحات زعماء العالم عن العظمة بتاعتنا اللي ظهرت في هذه الفترة.
أنا عايز قبل ما نطلع لفاصل إن شاء الله هيتوالى في الحلقات القادمة التوثيق بتاعنا، الدلائل اللي احنا هنقولها عن عظمة مصر وعظمة المصريين. أنا عايزكم تخشوا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا اللي هي دكتور ياسر عبد الله. شاركونا، ابعتوا لنا أفكاركم، اقتراحاتكم، ابعتوا لنا ابتكاراتكم، اختراعاتكم اللي هي اللي هيعجبنا منها، اللي هنلاقيه ان هو قوي هندعمه بكل ما اوتينا من امكانيات. ابعتوا لنا على صفحة الفيسبوك برضو اي تعليقات لكم على البرنامج. انا عايز ان شاء الله هنبدأ هنا في البرنامج ده اطلاق بعض الاسئلة وبعض المسابقات اللي هي يكون لها ان شاء الله مردود ايجابي في المجتمع المصري وعلى الجمهور. احنا دايما بنتكلم في برنامجنا ده عن ايه؟ عن الحلم المصري، مبادرة الحلم المصري اللي اطلقناها، وان احنا عايزين نحقق كل طموحاتنا واملنا ونصبح دولة متقدمة عظمى كما كنا. التاريخ بتاعنا بيقول كده وحضارتنا بتقول كده. ففي محور مهم جدا أنا أرى إن هو هيؤدي فعلا إلى التنمية والتقدم في مصر. يمكن حضراتكم هتستغربوا بس لما نعلق عليه الحلقة القادمة إن شاء الله هتشوفوا أهميته، اللي هو خدمة العملاء. خدمة العملاء. أنا عايز حضراتكم تخشوا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا وتبعتوا لنا، تشاركونا في تعريف ما هو العميل وما هي خدمة العملاء. خليني بس أدلل بسرعة كده على أهمية خدمة العملاء. إحنا ليه معظم العالم بيحب أوروبا، بيحب أمريكا، بيحب كل الدول المتقدمة، يحب يروح دولة زي دبي أو مدينة زي دبي، بنحب نروح نحضر مؤتمرات في الدول المتقدمة. لأنه هو لما بيروح يحضر مؤتمر أو سياحة أو غيره بيجد هناك إيه؟ خدمة جيدة. فأنا من أهم محاور التنمية والتقدم أن يكون عندك خدمة عملاء جيدة. بس المفهوم اللي موجود عند الناس عن خدمة العملاء مفهوم ضيق جدا عند معظم الناس. فأنا عايز حضراتكم تشاركونا على صفحتنا، ادينا رؤيتك عن تعريف العميل وتعريف خدمة العملاء، وهنناقشها إن شاء الله الحلقة القادمة. وأحسن تعليق وأحسن تعريف هيجي لنا عن ما هو العميل وما هي خدمة العملاء، خلي بالك تعريف بالمعايير العالمية أو بالمنظور العالمي في الدول المتقدمة. إن شاء الله هنستضيف صاحب هذا التعليق في البرنامج، وهيكون له إن شاء الله، وهيكون فيه زي مفاجأة كده أو مكافأة مادية. فادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك دكتور ياسر عبد الله، اعملوا لايك، اكتب تعليقك من ناحية التعريف لكلمة العملاء أو العميل وخدمة العملاء. خدمة العملاء ما تزود تروح تلاقي فيها حاجتك زي ما هي. في حد يعني الكلام ده لو اتحكى لي قبل الثورة ما كنتش هصدقه، أو يعني مش ليا أنا شخصيا، يعني قصدي الكلام ده لو اتحكى لبعض الناس قبل الثورة ما كناش نصدقه. فتعالوا نشوفوا بعض اللي قالوا رؤساء العالم وزعماء العالم في الإيجابيات اللي حصلت أيام الثورة المصرية المباركة. يعني الرئيس الأمريكي باراك أوباما بيقول إيه؟ يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر. هي دي كانت بداية عودة ريادة مصر وسيادة مصر. أهو رئيس أمريكا بيقول نربي ولادنا زي ولاد مصر. بداية عودة الريادة إن شاء الله هتستمر معانا بإذن الله. طيب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة جاء يأتي هرولا بعد الثورة على طول، بيقول أتيت إلى مصر لتحية الشعب المصري. الناس دي بتقدر الأمور بقدرها. هم لما لقوا الثورة المصرية وعظمتها واللي حصل فيها، يعني الناس دي عارفة هي بتعمل ايه، بتوزن الكلام اللي بتقوله وبتوزن تصرفاتهم بميزان من ذهب. بيقول أتيت إلى مصر لتحية الشعب المصري، لأن هو عارف الشعب المصري عمل ايه في 18 يوم دول والعظمة اللي ظهرت فيهم. رئيس وزراء إيطاليا قال ايه ساعتها؟
لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. لا جديد في مصر فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة. شوف اللي رؤساء العالم وزعماء العالم بيقولوا عننا. هو يعرف ان المصريين يصنعون التاريخ. المعلومة دي عند رئيس وزراء ايطاليا، هي المعلومة دي عنده، فهو بيقول لا جديد، هم عملوا التاريخ زي ما طول عمرهم بيعملوا التاريخ. وده بيأكد كل كلامي اللي قلته لحضراتكم في الحلقة الماضية. أنا كنت بأؤكد لكم على جينات العظمة اللي مليانة، وجينات الروعة والذكاء والنشاط اللي مالية المصريين، واللي زي ما قلت لكم لما بنطلع بره في الخارج بنبقى زعماء وخبراء وقادة.